بدي اطلع احكي وماني حابب اطلع احكي، بس قسما بالله من القرف والزمن المقرف اللي عايشينه واحد بده يطلع يفش خلقه. شوف الفرق بين صواريخ اللي عم تضرب الكيان صهيوني وصواريخ اللي عم تنزل علينا. شوف الفرق بس. نحن كلنا ما في شك انه فرحنا لايران لما ضربوا هالصواريخ، بس مين كان ضحية اول كلنا؟ مين كان ضحية كبرى لما ضربوا هيدي الصواريخ يلي حتى ما صابوا فيها 5 أشخاص؟ الصواريخ اللي انضربت 5 أشخاص ما راحوا عندهم الجماعة. كل وسائل الإعلام ما في عندهم غير الشوارع اللي انضربت عندهم، ما في بنايات، ما في هالشيء عم يصير عنها هون بلبنان. يا جماعة من بعد هالصواريخ اجوا الكيان فشوا خلقهم عنا بالضاحية، روحوها كليا. شوفوا هالمنظر، آلاف العالم على الطرقات، آلاف العالم عم تتشمشط عم تتبهدل، غير أهالي جدوب فوق المئات الآلاف. نحن كلبنانية شو بدنا من صواريخ إيران طالما إيران تركتنا بالآخر؟ نحن كلبنانية ليه بدنا ننبسط لإيران إنه ضربت هالصواريخ بالآخر ضحيتها نحن اللبنانية؟ نحن كلبنانية ليه بدنا نفرح على 4 5 راحوا بإسرائيل لحتى يجوا يروحونا 2000 مدني شهيد هون؟ إيران ضربت نحن بننضرب، إيران ضربت نحن بننضرب. ولك لو في استمرارية بالصواريخ أقسم بالله نحن كلنا بظهركم. بس أما تضربوا هالصواريخ وتقولوا هيدي فقط للشهداء اللي راحوا السيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله، وبالآخر تطلع الفلة نحن الضحايا اللبنانية اللي عنا يلي عم يتهجروا ويلي عم بيموتوا ويلي عم ينظلموا أطفال ونساء وكبار بالسن. نشاهد بلبنان هيك مشاهد لأول مرة منذ بداية الحرب، من أكبر الكوارث ومن أكبر الغارات يلي عم يشاهد لبنان هلا حاليا. ضاحية وجنوب وغير جنوب وغير الضاحية ومناطق بلبنان عم تتعرض للدمار. نحن بدنا حدا يقف معنا باستمرارية، ما بدنا حدا يضرب صاروخ أو أي ضربة ويتركنا بالآخر. اللهم احفظ لبنان وشعب لبنان المظلوم. أنا شو بدي أجي أفتح عليها كباب؟ يا جماعة خلص أنا مش محلل سياسي، أقسم بالله أنا آخر همي كل شيء، أقسم بالله أنا قلبي فقط على الشعب اللبناني ولبنان، وقلبي عليكم إن أنتوا هول تعوني تعليقات سلبيا وإيجابيا. أنا قلبي معكم يا أخي. أنا يمكن خبصت أقسم بالله حقك عيني وراسي، ويمكن معي حق كمان حقك عيني وراسي، بس يا أخي ما تيجي تزعل مني. أنا في عالم زعلت مني أقسم بالله مش عارف هالقد يا معلم. السياسي إله دور كبير يا معلم إنه تعمل هالقد مشاكل. يا أخي أنا الحمد لله بعد شوي بدي أقوم صلي ركعتين شكر إنه محتواه فقط كرة قدم، ببلع ريال وببلع برشلونة وبطبل لتشيلسي، هيدا أهم شيء. فيا جماعة الخير كلنا إيد واحدة هون، هات إيدك وهات إيده وهات إيدي يا معلم، كلنا مع بعض إيد واحدة ضد كيان صهيوني. الله أكبر، ما حدا يزعل من تاني، ويلا بنرجع على كرة قدم يا جماعة الخير. هلا بول بوجبا رجع من بعد العقوبات، ف بعد 5 أشهر بكون جاهز، أقسم بالله بيستاهل خير.